ايه رأيكم في صينية المسقعة دي؟ طبعا احنا متعودين ان احنا دايما بنقليها في الزيت. النهاردة هنعملها مع بعض بطريقة مختلفة، وهنعمل كمان رول الفراخ اللي انتوا شايفينه ده. طبعا حاجة تشرفك في العزومات. وهنعمل مع بعض كمان منيو يكفيكي الاسبوع كله. هناكل فيه لحمة وفراخ وكبدة، وهنعمل فيه حاجات كمان هنخزنها وتنفعنا لباقي الشهر كله. طبعا الفيديو ان شاء الله هيكون فيه حاجات كتير واكتر من وصفة واكتر من اكلة. ان شاء الله يا رب تنور رضاكم. بس يا ريت الاول مرة يشوف قناتي يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف هنبدأ مع بعض الفيديو بايه، ويا رب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. نعمل المسقعة بالزيت وبنقلي في زيت، وكمية بتاخد معانا كمية زيت كبيرة جدا. النهاردة هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة خالص وبزيت بسيط جدا جدا جدا. ان شاء الله الطريقة هتعجبكم وتجربوها وتعرفوني رأيكم فيها ايه. بس يا ريت الأول مرة يشوف قناتي يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. معايا هنا بتنجان رومي، وطبعا الكمية اللي انتي بتحبيها مفيش مشكلة بالنسبة لك. هنقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا هنا هنقطعه بالطول، مش هنقطعه دواير. هنقطعه بالطول بالشكل ده كده علشان احنا هنلفه. تمام. بس اهم شيء القطع ما تكونش سميكة، اقل من متوسطة بشوية. تمام كده. هنقطع بقى الكمية اللي معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهنشوف هنعمل بعد كده ايه. كده خلاص الكمية اللي معايا كانت خلاص خلصت. هنحضر طبق فيه مية، هننزل فيه بمعلقتين ملح، هنقلبهم بالشكل ده عشان ندوب الملح في قلب المية. وهنحط كمان عليهم معلقة خل، معلقة واحدة بس عشان البتنجان ما يسودش مننا. وهننزل في البتنجان بالشكل ده كده. هنسيبه في المية دي حوالي تلت ساعة بالظبط. بعد تلت ساعة هطلع البتنجان من المية وهنشفه من الاتجاهين بالشكل ده كده، بس اهم شيء يكون ناشف تماما من المية. هنا حضرت معايا صاج وفرشت عليه ورقة زبدة، ورصيت البتنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونزلت عليه بمعلقتين 3 زيت مش اكتر من كده. وهندخله تحت الشواية في الفرن حوالي 10 دقايق بالظبط. طلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يا دوبك بس اخد لون بسيط مش كتير. معايا هنا لحمة مفرومة، وده كان يعني حتة صغيرة خالص كانت موجودة عندي. حطيت عليها بصلة وبقدونس قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه، ونزلت بالتوابل ملح فلفل بهارات كفتة. هنقلبها كويس جدا كده. خلاص انا قلبتها. هبتدي بعد كده اصبحها، بس اصبحها قطع صغيرة مش كبيرة، لان انا البتنجان عندي حجمه صغير مش كبير. كده خلاص انا صبعتها بالشكل ده. هنزل بقى بيها على النار، يا دوبك بس اشمعها تاخد لون من الاتجاهين، حاجات بسيطة خالص مش اكتر من كده. كده خلاص هطفي عليها واشيلها. وفي نفس الطاسة هنزل بمعلقتين زيت مش كتير ومعلقة تومة. طبعا ايديا في التومة عشان ما تتحرقش مني. انا عايزة لون التومة يكون لونه ذهبي، مش عايزاه يكون لونه احمر عشان ما يديناش مرارة. بالشكل ده كده. يا دوبك هيبتدي ياخد لون، هنزل عليه بمعلقة خل. كده نزلت بالخل خلاص. ومعايا عصير طماطم نزلت بيه برضو، وهسيبه على النار لغاية ما يتسبك خالص. هياخد معانا حوالي 5 6 دقايق، مش هيغيب خالص. هنا خلاص كانت الطماطم اتسبكت زي ما انتوا شايفين. نزلت بالملح والفلفل
ونص كوباية مية فقط لا غير. تمام كده. هبتدي اسيبها على النار دقيقة بالظبط، هقلبها كده، ودقيقة واحدة بس، وهرفعها من على النار. هنيجي بقى نعمل الصينية، البتنجان اللي احنا كنا دخلناه الفرن والكفتة، وهنحط الكفتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنلفها رول بالشكل ده كده. هنعمل واحدة تانية مع بعض. هنا بقى انا كنت خلصت الكمية كلها، لفيت كل بتنجانية بصباع كفتة ورصيتها في الحوض بالشكل ده. طبعا الدمعة اللي احنا عملناها نزلت بيها على البتنجان، والفرن متقاد من تحت تمام على نار عالية، وحطيت الحوض في قلب الرف الوسطاني لغاية ما اتأكدت البتنجان استوى. وبعد كده عدت عليه الشواية، طلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمها طبعا كانت تحفة، ما فيهاش زيت ولا اي حاجة، وطعمها كانت جميل جدا وخفيفة. ودي كانت اول وصفة معانا في المنيو اللي احنا اتفقنا عليه. هندخل بقى على الوصفة التانية، والوصفة التانية دي هتشرفك جدا في العزومات. هتعمليه بصدر فرخة واحد بس، بمكونات بسيطة كلها من البيت. واحد بس، ايوه من صدر فرخة واحد بس. هنعمل مع بعض رول الفراخ الخطير ده، كان طعمه روعة، وما كلفناش حاجة غير صدر فرخة واحد بس، وبقية المكونات موجودة في كل بيت. تعالوا نبدأ مع بعض نشوف احنا عملناه مع بعض ازاي، ونشوف شكله عامل ازاي. شايفين كان طعمه خطير وشكله غاية من الجمال وشيك جدا في العزومات. الفراخ اللي انا استعملتها في الوصفة دي كانت صدور بس. معايا هنا نص كيلو كفتة فراخ، او تعمليهم صدر فرخة. تجيبي الفرخة تقسميها نصين، تاخدي الصدرين وتفرميهم في الكبة، هيطلعوا معاكي بالشكل اللي انتي شايفاه ده. انا ضفت عليهم هنا بصلة متوسطة مبشورة، وعليها فصين توم. التوابل اللي انا حطيتها عليها كانت ملح، فلفل، قرفة، كزبرة ناشفة، وبهارات كفتة فراخ. تمام. وضفت عليهم كمان نص معلقة بابريكا ومعلقة فيجيتار. طبعا بنقلب المكونات كلها مع بعض، وممكن تبدلي الفيجيتار بمعلقة بقسماط ناعم، مفيش اي مشكلة خالص. طبعا خلاص احنا دمجنا المكونات كلها مع بعض، وعجننا الكفتة كويس جدا تمام، وصبغناها حلو قوي زي ما انتوا شفتوها كده. هندخلها التلاجة بقى عشان ما تفكش مننا وتتشمع، وهنبتدي نعمل الخطوة التانية. انا هنا معايا بطاطساية، قطعتها قطع متوسطة زي ما انتوا شايفين كده تمام. وهبتدي ان انا هقليها في الزيت، هاخدها نص قلية بس، مش اكتر من كده. هي مش هتاخد معانا في الزيت 5 6 دقايق بالكتير. انا عايزاها نص قلية، مش عايزاها تكون متحمرة قوي. شايفين انا ده اللون اللي انا وصلت له، طبعا لونها ذهبي فاتح، وما كانتش مستوية للدرجة. بطلعها على ورق الزبدة عشان برضو انا مش عايزاها تكون جواها زيت كتير، عشان ورق الزبدة يشرب الزيت اللي نازل منها. وهسيبها تبرد تماما. بس قبل ما اسيبها تبرد هرش عليها رشة زعتر، بتديها طعم حلو قوي. وهي سخنة كده نزلي عليها الزعتر عشان يمسك فيها. هنا جبت ورقة فويل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، وهفرد عليها ورقة زبدة، وهنزل بزيت، وهدهن الفرخة الزبدة كويس جدا. انا بعمل كده علشان اما اجي افرد عليه الكفتة بتاعة الفراخ ما تبقاش تلزق فيه. انا عايزة تبقى سلسة وتخرج مننا سليمة من غير ما نقطع اي حاجة فيها. هنا جبت الفراخ المفرومة معايا، هنعملها بقى هنا رول. بنفردها بشكل مستطيل بالشكل ده كده، هيوصل معاكي الشكل اللي احنا شايفينه ده مستطيل كده. وهننزل هنا بالبطاطس، طبعا تكون بردت تماما، مش عايزاها تكون سخنة عشان ما تفكش مننا الكفتة. هننزل كده، هنسيب جزء من الرول اللي احنا عملناه قيمة 3 أو 4 سنتي، وهنبتدي ان احنا هنلفها. بس طبعا نضغط عليها كويس جدا، ونقفلها كويس جدا من الجناب عشان ما فيش حاجة تطلع منها زي ما انتوا شايفين كده. انا كل مرة بقفل فيها بضغط عليها كويس، وقفلت كويس من الجناب. وزي ما قلنا دهنة الزيت مش هتخليها ان شاء الله تلزق مننا.
هبتدي بقى اقفل عليها ورق الالومنيوم واقفلها من الجنبين كويس جدا بعد كده عشان ما يدخلش بحضر فيها اي اي حوض او ميه. صينيه وبحط الرول بتاع الفراخ ده فيها، وطبعا بكون غاليه ميه سخنه، بغطي بيها نص الرول بتاع الفراخ ده، وبدخلها الفرن على درجة حرارة تكون متوسطة على الرف الوسطاني. بتقعد في قلب الفرن حوالي ساعة أو ساعة إلا ربع. لو الحجم كبير زي ما انتوا شايفينه كده، أنا سبتها بالظبط ساعة إلا ربع. تمام. هنا خلاص كانت طلعت من الفرن. هنبتدي بقى نفتحها مع بعض. بالشكل ده كده. هي كده خلاص كانت استوت. هنقلها في قلب الحوض تاني وهدخلها طبعا تحت هرش الشواية عليها تاخد رشة لون. زيت بسيطة خالص وامشي عليها بالفرشة كده، وتحت الشواية مش هتاخد 10 دقايق بالكتير. هدخلها دلوقتي الفرن احمر وشها، وهتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. طبعا كان طعمها خطير ومتماسك. هي كانت لسه طالعه من الفرن وانا بصورها. هنبتدي بقى نقطعها قطع كده. شايفين شكل البطاطس في النص عامل ازاي؟ والفراخ كانت مستويه وكانت طعمها خطير، والتتبيله كانت حلوه قوي. طبعا حاجه زي دي هتشرفك بجد بجد في اي عزومه ممكن تعمليها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ندخل على الأكلة التالتة، ودي موجودة في كل بيت ومتوفرة عندنا لما نجيب فراخ، وسعرها كمان مناسب لو انت حابة تشتريها. طبعا كلنا بناكل كبدة الفراخ أو أي كبدة عموما بتاعة الطيور عندنا، بناكلها مسلوقة. النهاردة بمكون واحد بس هنعمل كبدة فراخ مختلفة تماما عن أي كبدة انتوا كلتوها قبل كده. بس يا ريت اللي يشوف الفيديو يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. تعالوا نشوف هنبتدي مع بعض الوصفة ازاي. انا هنا جبت الطاسه بالشكل ده، حطيتها على النار، نزلت عليها بمعلقه سمنه. طبعا معانا هنا الكبد والقوانص كانت مغسوله ونضيفه تماما. طبعا نتاكد ان احنا شلنا الزفاره منها كويس جدا عشان ما تديناش ريحه وطعم مش كويسين. نزلنا بالشكل ده في قلب السمنه. هسيبها على الوش ده لمده دقيقتين، بحيث ان هي ما تنزلش دم منها لو احنا قلبناها وهي طريه. هبتدي هنا بقى انزل بورق لورا مستكة حبهان. طبعا بيدوا طعم مختلف تماما للطيور عموما واحنا بنشوحها بالطيور او الكبده اللي انا بعملها دي. هنشوحها لمده دقيقتين كده ونقلبها بقى خلاص، وهنسيبها لغايه ما تشرب الميه اللي نزلت منها. هي نزل منها ميه حاجات بسيطه. هنا كانت خلاص شربت الميه بتاعتها. هبتدي ابهرها بملح فلفل اسمر والكبابه صيني. الكبابه الصيني دي بتديها طعم مختلف تماما عن اي كبده انتوا كلتوها قبل كده. نزلت كمان بفصين توم متقطعين قطع شرايح بالشكل ده كده. هنقلبهم كويس مع بعض. وهنزل كمان ببصلة كبيرة تكون مبشورة. هشوحها مع الكبدة وهقلب فيها لمدة دقيقتين أو 3 دقايق لغاية ما البصلة تبتدي تدبل معانا. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل على الكبدة بنص كوباية مية لتلات ارباع كوباية مية. انا هنا نزلت عليها بنص كوباية مية بالظبط. في الوقت ده بقى هغطيها وهوطي عليها العين عشان تستوي على نار هادية. هي هنا كده بدأت تتشرب المية، فاضل فيها صوص حاجات بسيطة. انا عايزة المية كلها تشربها، مش عايزة يبقى فيها اي صوص. هي كده خلاص نشفت خالص تماما. المكون بقى اللي انا هحطه اللي هيغير لك طعم الكبدة تماما عن اي كبدة انتي بتاكليها، دبس الرمان. انا هنا نزلت عليها بمعلقة دبس رمان كبيرة. وهقلبها بالشكل ده، وهطفي عليها النار على طول. وده شكلها بعد ما خلصت.
ناكلها بقى مع حبة عيش بلدي وبطاطس محمرة وعصرة ليمون. بجد الطريقة دي مختلفة تماما في الطعم عن اي كبدة انتوا كلتوها قبل كده. طبعا رشة البقدونس دي بتدي طعم تماما مختلف. الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. يلا بينا ندخل على الوصفة اللي بعدها ونشوف هنعمل الكبدة التانية ازاي. الكبدة دي الكبدة الاسكندراني او الكبدة البلدي بتاعتنا ان كانت بقري او جاموسي. طبعا كلنا بنحب الكبدة دي وبنحب ناكلها جدا من على العربيات في الشارع، وكلنا بنحب الكبدة الاسكندراني. انا عن نفسي واحدة من عشاق الكبدة الاسكندراني، وبروح اسكندرية باكلها بشكل غير طبيعي. طعمها بيبقى جميل جدا ومختلف عن اللي عاملاها في البيت. انا عملتها بكل تكاتها وبكل تفاصيلها، وطلعت معايا نفس الطعم بتاع الجاهز بالظبط، بل احلى وانضف كمان. يلا بينا نبدأ ونشوف احنا عملناها مع بعض ازاي. معايا كبدة، الكبدة دي كبدة بلدي. إيه، على حسب نوع الكبدة اللي انت عايزة تستعمليها. الكبدة انا معايا هنا كبدة بتلو. تمام. هنقطعها طبعا اول ما بنجيبها من عند الجزار، او انت عند الجزار في طبقة كده بتبقى شفافة فوق الكبدة، انت ممكن تخليه ان هو يقطعها لك او يشيلها لك من على الكبدة وهو بيقطعها لو انت هتقطعيها عنده، او لو انت بتعرفي تشيليها في البيت شيليها. تمام. انا كنت مقطعاها شايلاها خالص من على الكبدة بصراحة. وهبتدي هنا اقسم الكبدة لجزئين عشان اعرف ان انا اقطعها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش عايزاها تكون شرايح سميكة، انا عايزاها تكون شرايح رقيقة جدا. تمام. هنعرف ازاي ان احنا النهاردة ان شاء الله مع بعض نسوي الكبدة من غير ما تنشف مننا او تجلد. هنعمل ان شاء الله النهاردة مع بعض الكبدة الاسكندراني زي ما بيقول الكتاب بالظبط، وزي ما بنشتريها من بره. يمكن هتبقى احلى وانضف اكيد عشان احنا بنعملها في البيت. كده خلاص انا قطعت الكبدة زي ما انتوا شايفين كده. انا اهم شيء بالنسبة لي ان هي تكون مش سميكة. كده خلاص هبتدي بقى كمان اقطع الجزء التاني. هنا انا حسيت ان في طبقة من الطبقة الرقيقة اللي انا قلت عليها دي، فشلتها بالسكينة بمنتهى السهولة كده. وهقطعها برضو هي كمان بنفس السمك القطعة الاولانية اللي انا عملتها. تمام كده. الكبدة طبعا البلدي بتاعتنا او اي نوع كبدة إن كانت بلدي او مستوردة، الكبدة عامة يا جماعة ما بتتغسلش بمية. لو اتحطت عليها اي مية بتبقى زفرة، ما ينفعش خلاص ان احنا ناكلها، بتبقى ريحتها وحشة جدا وزفرة جدا. فاحنا مش هنحط عليها مية، وهنعرف دلوقتي ازاي هنغسلها من غير ولا نقطة مية، وهنشوف هنعملها ازاي. هنا هجيب طبق وهحط فيه مصفى زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بالكبدة فيها. وبعد كده هضيف بقى عليها مكون واحد بس هو اللي هيغسل لي الكبدة ومش هيزفرها، بل هيمنع الزفرة اللي فيها. انا نزلت عليها ب3 معالق او 4 معالق خل زي ما تحبي. طبعا هينزل كل الدم اللي فيها وهتبقى نظيفة وما فيهاش اي ريحة زفرة. شايفين لونها بدأ يفتح ازاي؟ هنركنها على جنب حوالي 10 دقايق على بال ما نحضر بقية المكونات اللي احنا هنستعملها. معايا هنا فلفل رومي زي ما انتوا شايفين، معايا 4 قرون فلفل رومي. انتي حابة تحطي حاجة سبايسي حطي، مش حابة مفيش مشكلة، على حسب اللي بياكل عندك. في ناس بتحبها سبايسي، في ناس بتحبها عدبة مفيهاش حاجة حراقة. تمام. هنقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. ونراعي واحنا بنقطع ان الشرايح تكون برضو رقيقة مش سميكة، يعني تكون شرايح رفيعة كده مش سميكة علشان ما تاخدش وقت معانا في قلب الطاسة واحنا بنسوي. احنا مش عايزين نقعد بالكبدة مدة طويلة على النار علشان ما تنشفش مننا، لان لما بتقعد مدة طويلة على النار بتنشف منك وبتجلد. كده خلاص انا انتهيت من تقطيع الفلفل الاخضر زي ما انتوا شايفين. هنا بقى الكبدة شايفين نزلت دم قد ايه، وشايفين لونها اتغير وفتح ازاي. شايفين كمية الدم اللي نزلت من الكبدة قد ايه. كده خلاص الكبدة بقت جاهزة معايا ان انا هبتدي اسويها خلاص. معايا هنا طاسة سخنة، ولازم نتأكد ان الطاسة سخنة جدا علشان لما ننزل فيها الكبدة ما تنزلش منها سوائل. هبتدي هنا انزل بحوالي ربع كوباية زيت او ازيد شوية.
هو عامة الزيت ده بيبقى نسبي على حسب كمية الكبدة اللي انت بتستعمليها. انا كان معايا نص كيلو كبدة. هنزل بقى بالكبدة، وهتشوفوا دلوقتي شايفين اول ما نزلت عملت ازاي، علشان الطاسة كانت سخنة والزيت كان سخن. طبعا اول ما بنزل بيها ما بقلبهاش، انا مش عايزاها تفقد اي سوائل اكتر من اللي نزلته. انا بسيبها كده لغاية ما تاخد لون، حوالي دقيقة دقيقة ونص، وبعد كده هقلبه. الكبدة عامة ما بتغيبش مدة طويلة على النار، يعني كبرها من 10 دقايق مش اكتر يعني. انا بس كده بفردها علشان تبقى كلها تاخد لون، لاني كانت في قطع راكبة على قطع. تمام. هبتدي هنا خلاص بقى خدت اللون اهي، هبتدي اقلبها. كل ده انا ما حطيتش اي اضافات تاني على الكبدة، انا نزلت بس بالكبدة لوحدها في قلب الزيت. بقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وطبعا تراعي ان انتي لو في اي كبدة شابكة في بعضها نفصلها بالشكل ده كده. نتأكد ان الكبدة خدت على الوشين لون. تمام. هنا بقى هنيجي للخطوة اللي هتديكي نفس وطعم وريحة الكبدة اللي انتي تجيبيها من بره. انا هنا ركنت الكبدة على جنب. تمام. ونزلت بمعلقة توم كبيرة مفرومة. الكبدة اساسها التوم مش البصل، الكبدة ما بتتعملش ببصل، الكبدة الاساس بتاعها هو التوم. هنا شوحت التوم بالشكل ده كده، ما خدش معايا لون، ونزلت عليه بمعلقة خل. لازم الحركة دي لازم تاخديه تشويحة كده، وبعد كده تنزلي عليه بمعلقة الخل. طبعا معلقة الخل دي بتدي الكبدة، والمعلقة مع معلقة التوم بتوديها في حتة تانية خالص. هنقلبها بقى ببعض بالشكل ده كده، وهنبتدي بقى ننزل بالفلفل الأخضر اللي احنا قطعناه. وممكن تستعملي فلفل ألوان لو انت حابة، مفيش مشكلة. وهنسيبهم 5 دقايق بالظبط على النار، يا دوبك الفلفل بس يدبل حاجات بسيطة مش أكتر من كده. 5 دقايق مش أكتر. وفي الوقت ده في ال5 دقايق دول هنضيف عليهم التوابل. التوابل اللي هي عبارة عن كزبرة ناشفة وكمون فقط لا غير. وهنقلبهم كده. هنا أنا كنت نسيت الملح بس هحطه دلوقتي. تمام. الملح نزلت بيه، وهديها تقليبة وكده خلاص الكبدة استوت معانا. وزي ما قلنا الكبدة ما بتقعدش مدة طويلة على النار، اللي بيخليها تنشف منك وتبقى بتشد معاكي ان هي بتقعديها مدة طويلة على النار. طبعا الكبدة ممكن تاكليها مع مكرونة، ممكن تاكليها مع طحينة وبطاطس زي ما احنا شايفين كده. اي شكل تحبي تاكلي بيه الكبدة كليه. هي كده كانت معايا بالبطاطس والطحينة والليمون، وكانت بالعيش، كان طعمها خطير. المنيو لغاية كده تمام. كلنا لحمة، كلنا فراخ، كلنا كبدة بكل أنواعها. ندخل بقى ونعمل الكشري. هعمل معاكم إن شاء الله النهاردة الكشري الاسكندراني. هعمله بطريقة جديدة ومختلفة، وإن شاء الله هتعجبكم، ولو جربتوها هتحسوا باختلاف جامد جدا عن الطريقة اللي انتم متعودين عليها، وهتحسوا بفرق كبير في الطعم. والكشري ده طبعا الاسكندرانية هم اللي بيعملوه، احنا واخدينه منهم. بس التركية اللي هتشوفوها في الفيديو ده النهاردة هتفرق 180 درجة في طعمه، وهتوديه في حتة تانية بعيدة خالص. يلا بينا نبدأ مع بعض الوصفة ونشوف أنا عملته ازاي، وإن شاء الله يعجبكم وتقولوا لي رأيكم ايه. أنا هنا جبت حلة نزلت فيها بحبة زيت، حبة محترمين كده يعني. وبعد كده هنزل ببصلة متقطعة قطع أو مضروبة نص ضربة في الكبة، يعني مش لازم تكون ناعمة. هفضل اقلب فيها لغايه ما توصل معانا للون الذهبي ده كده. طبعا انا هنا كنت غاسله كوبايه ونص رز كبيره، عليها كوبايه ونص عدس اصفر.
انا بحب العدس يبقى قد الرز، بحب العدس يبقى طعمه ظاهر في الكشري. تمام. نزلت عليهم بالبصلايه بعد ما اتحمرت بالشكل ده كده، نزلت بالكشري اللي احنا عاملينه، قعدت اقلب في الكشري حوالي 5 6 دقايق بالشكل ده كده، لغايه ما اتاكدت ان الميه اللي كانت فيه نشفت خلاص. والخطوه دي بتدينا تخلي الكشري معاكي يطلع مفلفل مش معجن منك خالص. المهم يوصل معاكي للشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. التركية بقى اللي هنا، احنا الطبيعي ان احنا بنسوي اي كشري احنا بنعمله بالمية، احنا المرة دي هنسويه باللبن وهيطلع طعمه تحفة. انا هنا نزلت باللبن، اللبن كنت انا لسه غلياه، فنزلت على طول على الكشري اللي انا عملته باللبن بالشكل ده كده. طبعا انت بتحطي العيار كأنك بتحطي مية عادي خالص، وما تخافيش والله هيطلع طعمه جميل. هنكمل تاني. نزلنا كمان بالملح بتاعنا، وهننزل كمان برشة كمون بسيطة مش كتير، يعني حوالي نص معلقة صغيرة، بتديله طعم مختلف وطعم جميل جدا. هنقلب بقى اللبن بالكشري كده وندوب الملح جواه، وهنضيف كمان نص كوباية مية. هنقفل عليه بقى لغاية ما يبتدي يشرب معانا المية بالشكل ده، وهنقلبه. شايفين اللون العادي الطبيعي بتاعنا، اللبن ما غيرش لونه ولا حاجة. انا هنا كنت بدوقه بشوف محتاج يستوي تاني ولا لا، لقيته محتاج حاجات بسيطة فنقلته على عين تانية. والتركات التانية اللي هتودي طعمه في حتة تانية خالص، دي معلقة سمنة بلدي. تمام. انا قدحتها كويس جدا كده، وهنا هنزل على الكشري بيها وهقلبه عليها. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ وهسيبه 5 دقايق بالظبط على نار هادية، وبعد كده خلاص هيكون استوى معانا وهنقفل عليه. ومش معنى ان احنا هناكل كشري ما ندلعش نفسنا، لا هندلع الكشري، وهنشوف هنعمله ازاي دلوقتي. انا هنا نزلت بالكشري، شايفين شكله عامل ازاي. هنحط بقى عليه كده حبة سلطة خضراء، ندلع الطبق كده عشان تبقى نفسنا مفتوحة للأكل. تمام كده. وهنا حطيت كمان البيض، وده بقى بصل محمر، البصل العادي بتاعنا خالص، بتقطعيه شرايح وبتحمريه في الزيت. والبصل ده بيدي طعم خطير للكشري الاسكندراني او الكشري الاصفر زي ما بيقولوا. هنعمل بقى مع بعض حاجات كمان للخزين اللي هتكفي معانا طول الشهر، صلصة وهي المصانع بمكونين 2 بس هتعملي معايا احلى صلصة واجمل صلصة ممكن تعمليها ان شاء الله. وطبعا الايام دي احنا عارفين ان الطماطم اسعارها كويسة مش غالية قوي. يعني الطماطم دي انا كنت جايباها ب4 جنيه، وزي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، نضيفة وحمرة وكانت جامدة جدا. بس انا قلت هعملها صلصة لاني انا يعني كان اللي عندي خلص، فقلت اجرب معاكم ايه الطريقة دي. تمام. هنا مسكت الطماطم هبتدي اشيل العنقود الاخضر بتاعها ده، وفي هنا جزء اسود بيبقى من تحت برضو هشيله. هنضف كل الطماطم بالشكل ده، وكل طماطمية هقطعها 4 ارباع. تمام. وبعد ما اخلص الكمية كلها هنبتدي بقى نشوف هنعمل فيها ايه. انا هنا حطيتها على النار، هسيبها لغاية ما تبتدي ان هي يعني ايه تتهري شوية على النار. تمام. اول ما هينزل منها المية هي كده بدأت يدوبك، كانت بقالها حوالي 10 دقايق ربع ساعة على النار، ابتدى الجزء اللي تحت ينزل ميته، ابتديت اقلبها من تحت لفوق. هنا كانت يعني عدت الربع ساعة شوية، بدأت بقى تنزل كل المية اللي كانت جواها.
فلازم ايدينا باستمرار نقلب من تحت لفوق علشان اولا الارضيه بتاعه الحله ما تشطش مننا او تلزق فيها الطماطم، وتاني حاجه اللي موجود فوق بيكون لسه جامد، فنقلبه عشان يوصل للشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا كانت نزلت الميه كلها بالشكل ده كده. تمام. ابتدي برضو اقلب فيها، المهم كل شويه رايحه جايه بقلب فيها. هي خدت مني حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع على النار، ما غابتش اكتر من كده. شايفين بدأت المية تنقص خالص، وكده خلاص بدأت تدخل في السوا. يعني خلاص انا مش شايفة قطع طماطم كبيرة، كلها بدأت ان هي تستوي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي برضو اقلب فيها على طول، ايدي فيها على طول، عشان انا مش عايزة حاجة تلزق في ارضية الحلة. كده خلاص كانت قصرت المية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكانت استوت وقفلت عليها. هنا بقى كانت الطماطم بردت شوية، فبتنزل لون اصفر كده فاتح، زي ما انتوا شايفين اللون اللي انا بشيله ده من الايه، من الطماطم. دي حركة اختيارية، بس هي بصراحة بحس ان المية دي بتدي طعم اجزة كده في قلب الطماطم، فانا ما بحبش اسيبها، فانا شلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده لون المية اصفر خالص قدامكم كده. هنا بقى كانت الطماطم بردت وضربتها بالهاند بلندر. طبعا هو مش شرط يكون موجود هاند بلندر، انتي ممكن الخلاط هتضربي فيه عادي، بس ده بصراحة المنقذ بتاعي يعني. هنبتدي بقى نصفي الطماطم، وانا بحب بصراحة اصفي بالشكل ده. المصفى السلك دي بصراحة بحس ان تصفيتها احسن من مصفى الالمونيا. الطماطم بصراحة بتنزل خالية من اي بذر او اي قشر موجود فيها، وطريقتها سهلة جدا، بتنزل معاكي منتهى السلاسة. انا هنا خلاص ضربتها بالاسباتيولا كده، نزلت معايا بمنتهى السهولة. هكمل بقى الكمية. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده انا كنت صفيت الطماطم كلها وطلعت معايا بالشكل ده. هبتدي بقى هنا ارجع تاني احط حلة على النار، وانزل بالطماطم تاني بعد ما صفيتها، وهقول لكم بقى على المكونين اللي هيحفظوا الطماطم معانا من غير ما تغير طعمها ولا لونها يتغير لو قعدت معانا مدة طويلة في الفريزر. تمام. هنا بدأت الطماطم تغلي. اول مكون السكر، وده بيعادل حموضة الطماطم. وتاني مكون اساسي هو الملح، وده اللي بيحفظ الطماطم لو قعدت معانا مدة طويلة. طبعا هنقلبهم كويس جدا وهندوبهم في قلب الطماطم. والمكون بقى اللي هيديها لمعة هو الزيت. هننزل بربع كوباية زيت بالشكل ده كده، وهنسيبها على النار دقيقتين 3، وبعد كده هنطفي عليها. شايفين قوامها ولونها عامل ازاي؟ ده القوام النهائي بتاعها. هنسيبها تبرد، وبعد كده هنعبيها في اكياس عشان نحفظها في قلب الفريزر. هنا كانت الطماطم بردت. هبتدي اجيب اكياس تلاجة، وطبعا على قد استهلاكك في الطماطم. انا بعملها على قد الطبخة، انا بستهلك نص كيلو بالظبط، فانا عارفة عيار طبختي قد ايه، فبتعامل بالشكل ده. انتي بقى عدد الافراد عندك اكتر، عدد الافراد عندك اقل، على حسب الطبخة اللي انتي هتعمليها اعملي الكيس بتاعك. طبعا الطريقة دي بتوفر علينا مجهود بقية الشهر. انت بتتعبي يوم واحد بس او ساعة واحدة بتقفي فيها في المطبخ، وبقية الوقت بتبقي مرتاحة، بتطلعي الكيس على قد الأكلة وبتستعمليه. يلا بينا ندخل على الوصفة التانية ونشوف هنعمل فيها ايه. الوصفة التانية برضو هتنفعنا في أكلات كتير جدا، ولو جربتيها مش هتستغني عنها، وهي صلصة الفلفل الأحمر. الصلصة دي بتدي طعم غير طبيعي للأكل، بيبقى طعمه حلو قوي، بتغير طعم الأكل للأحلى بكتير. انا هنا جبت الفلفل الاحمر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده.
الفلفل اسعار الايام دي كويسه في السوق، مش غالي للدرجه يعني. فجبت 3 كيلو فلفل احمر. تمام. هنشوف بقى هنبتدي ننضفهم ازاي وهنعرف هنعمل فيهم ايه. ابتديت انضفهم، بشيل العنقود بتاعه الاخضر ده من ورا كده بالسكينه، بحيث ان انا اطلع كل البذر اللي جوه. مش محتاجه يكون فيه في الفلفل من جوه اي بذر، عايزاه يكون نضيف تماما من اي بذر. هننجره كده بالسكينه وننزل اي بذر موجود جواه. بالشكل ده كده. تمام. هعمل معاكم كمان واحده وهكمل باقي الكميه لوحدي، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. برضو فتحت من عند العنقود الاخضر من ورا بالسكينه. هي سهله جدا وبتطلع معاكي بسهوله، ما فيهاش اي حاجه. الاخضر اللي جوه ده كان فلفلايه خضرا صغننه، ده كان ما كانش فيه بذر. تمام. هبتدي بقى اخلصه كله، وعملته كده، وبعد كده قطعته قطع صغيره علشان انا هسويه على النار، منه للنار مباشره. هنا كده خلاص بدأ يصفى، يعني الحله كانت مليانه على الاخر، بدأت تبقى حاجات بسيطه ويدبل بالشكل ده كده. هنا خلاص كان استوى. هو خد حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع على البوتاجاز، بس بيستوي على نار هادية جدا، ما بيستواش على نار عالية. تمام. لغاية ما بينزل المية اللي جواه وبيشربها وبيدبل بالشكل اللي احنا شفناه مع بعض ده. هو طريقته سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة. هبتدي اجيب معايا الخلاط. عندك خلاط، عندك كبة، عندك مفرمة عادية، اي حاجة، كله هيشتغل وكله هيدينا نفس النتيجة. هبتدي هنا بقى افرم الفلفل. طبعا هيتفرم فرم ناعم خالص. هنا كان الفلفل تقيل مش عايز يتفرم، فانا هحط نص كوبايه زيت، لان الكميه اللي انا عاملاها هتاخد مني كوبايه زيت، فهحط نص كوبايه زيت دلوقتي عشان احرك الفلفل بيه، والنص التاني هحطه وقت التسويه. انا كده نزلت بالزيت، وبدأ يتحرك معايا بالشكل ده كده. هو كده خلاص اتفرم. هخلص كل الكميه، ودي الكميه كلها اللي انا عملتها. هما طلعوا الكميه دي اللي قدامنا. انا هنا حطيتها على البوتاجاز على نار هادية جدا برضو، وهنزل عليها بمعلقتين ملح كبار مليانين قوي، ممكن 3 كمان، لان عشان تحفظي الفلفل ده وما يجرالوش حاجة لازم نحط له ملح ونحط له زيت. هبتدي اقلب الملح في الفلفل. شايفين بقى كريمي ازاي؟ طبعا ده كله على نار هادية، لازم اخده غلوة على نار هادية عشان لو في اي مية لسه جواه تنشف، عشان ولا يعفن مننا ولا يعمل لون اخضر فوق الوش ولا يجراله اي حاجة. هنا بقى نزلت كمان بنص كوباية الزيت التانية، يبقى كده الفلفل خد معايا كوباية زيت كاملة، نص وانا بفرمه في الخلاط والنص التاني وانا على البوتاجاز بالشكل ده. هقلبه بقى. وهسيبه لغاية ما يغلي تماما على البوتاجاز، ما ينفعش ان احنا نعينه وهو يدوبك بس سخن، لازم يغلي. وايدي فيه بحرك فيه يمين وشمال كده علشان ما يلزقش في ارضية الحلة. هنا كان بدأ يغلي. هبتدي اقلب بالشكل ده كده. خلاص كان غلى خالص، وهبتدي ان انا اسيبه كمان دقيقة، دقيقة ونص واقفل عليه.
اللون ده كان احمر جدا على فكرة، هي الكاميرا مش مبينة لون الفلفل قوي، بس كان احمر جدا. وهسيبه لما يهدى شوية، وبعد كده هعبيه في البرطمانات. كده خلاص انا هطفي عليه واسيبه بقى يهدى. هنا كان عدى وقت حوالي نص ساعة. طبعا انا ما بحاولش احط في البرطمان وهو سخن قوي عشان البرطمان ازازه ما يتكسرش مني. تمام. هشوف هياخد كام برطمان معانا. كده اول واحد عملته. وطبعا بطلع اي هوا جواه. هو هنا خد معايا البرطمانين دول، طلعوا معايا حوالي كيلو ونص من ال3 كيلو. نزلت عليهم بالزيت، لازم اغطي وشه بالزيت عشان ما يعملش اي طبقة بيضة من بره. وبستنى اما يبرد تماما وبدخله احتفظ بيه في قلب التلاجة. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك سبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد.